فضيلة الشيخ أشرف، ظلت محبة الصحابة لرسوله، طبعا لو تحدثنا عن صور المحبة ولا 100 جلسة ولا 100 لقاء يعني يكفي، لكن ظلت المحبة مرتبطة إلى أن سمعوا خبر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا لو حد ما كان الصحابة يعمل اللي عملوه وأكثر، كانوا يعني رضوان الله يعني ارتبطوا به، يذهبون إليه في الصباح والمساء وفي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يعرضون عليه قضاياهم، ينتظرون نزول الوحي. كيف كان وقع الخبر، خبر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، على قلوب الصحابة رضي الله عنهم، أو كيف تصرف واحد مثل سيدنا عمر رضي الله عنه في هذا الأمر؟ هو الحقيقة ارتباط الصحابة كما قلت، ارتباط الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، صار حب النبي يسري في عروقهم وفي دمهم. نعم. ينامون يفكرون في رسول الله، يستيقظون يفكرون في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كانش حد عنده توقع لهذا. وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتوقعها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ما كانش عنده توقع لهذا الأمر خالص، ولا خاطر بباله ولا أي حاجة، ولا فكر فيها ولا حتى. فكر أبدا على أي إطلاق. فلما جاءه هذا الأمر وهو وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، كأن عمر بن الخطاب قد نسي كل كلام ورد في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، في قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. نعم. فلما يروح لغاية المسجد ويلاقي سيدنا أبو بكر قاعد يخطب في الناس ويقول لهم إن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الحي لا يموت. فسيدنا عمر بن الخطاب يريد أن يصمته، يقول له لا، كيف تقول هذا؟ لم يقل ربنا في كتابه أن محمد يموت. قال له لا، امال الآية اللي بتقول إنك ميت وإنهم ميتون. سيدنا عمر وما محمد إلا نعم رسول قاتل أفإن مات أو قتل. فينتفض سيدنا عمر لهذه الكلام ويتذكر كأنه لم يسمع هذه الآية من قبل. ده وقع الخبر. في بعض الناس لما يقع عليها خبر معين ممكن ينسى كل حاجة من المفاجأة، وقع المفاجأة ممكن ينسيه كل حاجة. بس ده بيوريك التعمق الشديد لحب سيدنا عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتباط سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بل وارتباط كل الصحابه رضوان الله عليهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، لان كان وقع الخبر عليهم وقع مؤلم وشديد. يعني طبعا يعني انا بس احاول استجمع بعض المواقف من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او من صحابيات النبي عليه الصلاه والسلام في هذا هي كثيره. انت في الحقيقه لو عشت مع كل واحد من الصحابه ستجد له يعني جمله كبيره من المواقف مع النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. فدي كانت واقع المفاجاه على حد مثلا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن انا عايز اقول النقطه المهمه في حتى كان يقول لو سمعت ان احدا يقول ان محمدا قد مات لاقطعن عنقه. نعم. يعني هذا برضه داخل في موضوع الحب، مش متصور ان النبي صلى الله عليه وسلم يموت او يترك الناس كده ابدا عليه الصلاه والسلام. لكن انا عايز اقول ان كان حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وارتباطهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الارتباط وهذا الحب الشديد كان بسبب أن نقطة مهمة جدا، أن حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع إيمانك. والإيمان هو مزاج القلب. القلب مزاجه في الإيمان. القلب لا يمكن أبدا أن يهدأ أو أن يستريح إلا بالإيمان. نعم. والقلب حينما يحب له اتجاهان. نعم. إما أن يكون الحب في صالح الغذاء اللي هو بيتغذى به، وإما أن يكون الحب في صالح غذاء ضار للقلب. الله. فلو واحد مثلا بيحب واحدة، خلينا نقول الكلام شوية، عايزين نوسع كده. فلو حد بيحب واحدة مثلا، هذا الحب غير مطلوب له في الشرع مثلا، واخد بعضك، هذا الحب ينمو وينمو 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 ويزداد في قلبه ولا يتوقف عند حد. فتجده عصبي، منفعل، متوتر، لأنه غذى القلب بغذاء ضار. الهوى. لكن لو واحد بيحب النبي عليه الصلاة والسلام، بيحب ربنا سبحانه وتعالى، هذا الحب هو الغذاء النافع أو الغذاء الوحيد النافع للقلب. مفيش بعد كده غذاء ممكن ينفع القلب مثل هذا. فهم لما كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا الحب كلما يزداد معه الإيمان. نعم. فكلما ترتفع درجات القلب ومحبة القلب وتقرب القلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أصبح القلب يتقلب في تقلباته في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انت عن الواحد لما ايه الكلام الرائع ده؟ لما واحد يحب مثلا، حتى واحد يحب زوجته مثلا، لكن لا يمكن ابدا يتقلب القلب في حب الزوجه، قاعد يفكر هو نايم وهو صاحي وهو رايح وهو جاي. لا، في ناس كده طبعا. انما لا، بس خلي بالك اللي كانوا بيغنوا ويقول لك وانا شايف القمر والدنيا في الليل انا مش عارف الاغاني دي. لكن عايز اقول ان هذا التقلب، بس النقطه دي الاخيره، هذا التقلب الذي يحدث احيانا يحدث تقلب
في بعض الأحيان يتقلب القلب فيتذكر مساوئ لزوجته نعم. أو لابنته أو لولده أو لكذا من محبوب، يعني يأتي اللي هو ما بيحب- يعكر هذا الحب. يعكر عليه هذا. أما حبك لرسول صلى الله الله عليه وسلم فليس فيه ثمة شيء يعكر عليك هذا الحب. ده كلام رائع جدا والله، ربنا يبارك لك يا رب.